المرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي زوجتي. أنا مخلوق من المرأة، والمرأة مخلوقة من يعني الرجل. خطوات تخطوها لأهداف ترجوها، وأحلام شقت طريقها بين ثنايا صفحات الواقع، وأحلام ما زالت تحتضنها وترعاها بالتفاؤل والأمل، إلى أن تصبح حقيقة ملموسة وبصمة مشرقة لوطن عشقته وكرست عطاءها لأجله. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سعوديات في القمة. يمكننا التوصل إلى أعظم الأفكار، ولكننا سنحتاج إلى من يساعدنا على تحويل هذه الأفكار إلى نتائج. فلا يمكننا الوصول إلى القمة إلا إذا تعاوننا جميعا. فإذا قررت الوصول إلى القمة فلا تغادرها حتى تترك بصمتك هناك. هذا ما قررته ضيفتنا رائدة العمل التطوعي البيئي وصاحبة حملة نظافة مدن المملكة الدكتورة ماجدة أبو راس. حنتعرف عليها أكثر من هذا التقرير، فلنتابع معا. خلق الله تعالى الأرض وما عليها من جمادات وكائنات حية، وسخرها للإنسان. ومن نعم الله علينا أن جعل لهذه الطبيعة وهذه المخلوقات نظاما دقيقا يستحق التأمل لإدراك فضل الله ونعمته، وشكر النعمة يكمن في المحافظة عليها. كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الذي توجد عليه بيئة عامرة بأسباب الحياة، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده هذا الكوكب بدأت العديد من المشاكل البيئية في الظهور، وبدت الحاجة الماسة للعلوم والدراسات والأبحاث لمعالجة أي خلل في هذا النظام البيئي. الدكتورة ماجدة أبو راس أول سعودية حاصلة على دكتوراه في التقنية الحيوية للملوثات العضوية، وأستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز في كلية العلوم قسم التقنية الحيوية، وعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس المكلف لجمعية البيئة السعودية. حصلت على العضوية الشرفية في المنظمة الفيدرالية الدولية، والتي لم تعطى من قبل سوى للحاصلين على جوائز نوبل أو رؤساء الدول وكبار الشخصيات، وهذا لكونها أول امرأة سعودية في هذا التخصص النادر. قادها حبها لوطنها لتكرس علمها وجهدها للأعمال التطوعية والحملات الإعلانية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع. كل نجاح عظيم هو تراكم لآلاف المجهودات التي قد يراها أو لا يراها أحد. دعونا نرحب بضيفتنا الدكتورة ماجدة أبو راس. أهلا بك دكتورة ماجدة. أهلا بك أخت مها. أهلا. نحن نتحدث عن النجاح. دعينا نبدأ معك مسيرة النجاح بداية من الدراسة الجامعية.
بدأتي بدراسة الطب، يعني كان قرارك أني أدخل طب، بعد فترة غيرتي إلى تخصص العلوم. نعم. بعدين رجعتي صار عندك اهتمام مفاجئ بمعالجة مشاكل البيئة. هذا التحول المفاجئ إلى البيئة، من الطب إلى العلوم إلى البيئة، لربما يكون هناك عوامل مشتركة من الناحية العلمية. نعم. يعني نحن نوافق على هذا، ولكن من المؤكد أن لديك أيضا خلفيات معينة أدت بك لهذه التغييرات. حدثينا عنها. صحيح. كان اختياري لكلية الطب الحقيقة هو تحقيق لرغبة الوالد. يعني أنا صغيرة كان يقول لي أبغاك تصيري دكتورة، وفعلا أنا أعتبر من الطالبات الأي ستودنت، يعني طالبة متفوقة طول عمري. فقدمت لكلية الطب ودخلت كلية الطب، ولكن ما كانت رغبة مني، ما كنت شايفة نفسي في كلية الطب، فقعدت سنة وبعدها تكلمت مع الوالد انه انا ما اقدر اكمل في كليه الطب، فحولت من كليه الطب. ووقتها اتذكر هذا الموضوع اني كان لما طلعت من كليه الطب ما عارفه فين اروح، يعني ما كان ابغى اكمل كليه الطب. كنت لسه يعني بس ما قررتي ما قررت ايش اللي انا ابغاه ايش ابغى بالضبط، بس كل اللي كنت ابغاه اني بدي اصير دكتوره، عشان باي طريقه كانت على اساس اني احقق رغبه الوالد اني اصير دكتوره. وكل ابائنا يعني كانوا يحلموا ان نطلع دكاتره. بالضبط. يا البنت يعني 3-4 شهادات كان هيطلع بالضبط بعد، والولد يا مهندس يا دكتور كمان. فطلعت وقلت خلاص ادخل كليه العلوم. ومن اليوم الاول سبحان الله قلت حصير معيده ان شاء الله، طبعا توفيق من ربنا. وحقرر ايوه اخذ ماجستير وحاخذ باذن الله دكتوراه، وحصير دكتوره واحقق الرغبه اللي هي الوالد يبغاه. وانا يعني كنت شايفه نفسي ممكن اصير دكتوره في يوم من الايام. وانا سبحان الله بعد الله مؤمنه بان الواحد يخطط في حياته من هو صغير. عندي ايمان بهذا الشيء، انه بيحط هدف قدامه، يحط هدف. انا كنت بحطه بس ما كنت عارفه يعني ليه. لما كبرت شويه فهمت انه فعلا هذه طرق علميه ومعروفه انه الانسان لازم يحدد ايش يبغاه. سبحان الله ربنا طبعا بعد توفيق من الله ربنا يساعده. ودخلت كليه العلوم. بس انا كان من بدري كان عندي حته الاهتمام بالعمل الاجتماعي وخدمه المجتمع على حاجات خفيفه. كان عندي النزعه. ايوه عندي، كنت احب اني اساعد اعمل للمجتمع. كيف ما اعرف كنت وقتها بس ادخل. لما بدات صرت معيده بدات اشارك في انشطه من غير ما احس، بدات نفس اتجه لنظافه الكليه، لترتيب الكليه، لهذه الاشياء. اتجهت لهذا الموضوع. حتى اتذكر انا عامله لوحه في كليه العلوم موجوده الى الان: حافظي على نظافه كليتك. بس ما كنت مفكره لسه في البيئه. فلما اخذت الماجستير في الدكتوراه ظهر تقنيه جديده او تخصص جديد اسمه بايو تكنولوجي. في العالم كله بيهتم بالملوثات البيئيه، عجبني التخصص ده. وبدات كان وقتها البيئه دوبها الناس تهتم بها، فدخلت في هذا المجال. اخذت دبل ميجر فسيولوجي كائنات مع البايو تكنولوجي، وبدات وحسيت انه الاهتمام بالبيئه صار عندي اكثر، يعني من غير ما انتبه بلاحظ نفسي اتجه دائما للاهتمام للتوعيه. لما نعمل كده ما نسوي كده بس على مستوى مصغر. لانه الشيء اعتقد من ايام ما عملت اللوحه اللي كتبتيها في شيء موجود في داخلك دفعك لعمل هذه اللوحه. بالضبط. بالتالي لما وصلت للمرحله العلميه وجدت انه الخط او الطريق متاح لي، يعني انا اشارك في هذا الموضوع. بالضبط. اشارك فيه. ليه ما اشارك فيه برغم كان قدامي تخصصات ثانيه؟ انا اساسا مايكروبيولوجي بس هو لي دخل طبعا بالبيئه. فتخصصت دبل ميجر مايكروبيولوجي فسيولوجي كائنات دقيقه، لانه الجامعه كان لازم اتخصص مع بايو تكنولوجي، فجبت دبل ميجر. وسبحان الله من طلاقتي مع الدكتوراه وسعت الافاق عندي بشكل جدا كبير. ودخلتني اكثر في امور البيئه وتفاصيل البيئه، واصبحت الان يعني اصبحت كل حياتك. يعني ايوه كما يعني احنا شايفين انه هو اصبح هذا الطريق الوحيد اللي انت قاعده بتمشي فيه ومتجهه الى نهايته. وبعدين بمتعه، احس متعه غريبه سبحان الله بشكل غير عادي. وفي كل مشكله تختبئ فرصه كبيره، واعظم قصص النجاح سطرها من تعرفوا على الفرصه المتخفيه في صوره مشكله وحولوها الى نجاح. ما هي المشكلة؟ ما هي الفرصة؟ وكيف تحولت المشكلة لفرصة للنجاح؟ هذا ما سنعرفه ولكن بعد الفاصل.
وعودة مشاهدينا مع ضيفتنا الدكتورة ماجدة أبو راس وحديث عن شؤون البيئة. مرة أخرى أهلا بك دكتورة ماجدة. كانت هناك مقولة قد صنعت لديك إلهام معين. هذه المقولة كانت عنوان لأحد المقالات التي كتبت عنك، تقول: طائر ميت ألهمني الاهتمام بالبيئة. ما قصة هذا الطائر وما قصة هذا الإلهام الذي حدث لديك؟ هو فعلا أنا وقتها كان عندي بداية اهتمامات بالبيئة بحكم دراستي وكذا، ولكن وقتها كان ظهرت إنفلونزا الطيور بشكل مكثف، وكنت نازلة من البيت ولقيت طائر ميت في الأرض. فطبعا وقتها على طول طرأ على بالي الطير هذا ليه مات، أكيد في سبب. الواحد يكون علمي فيفكر على طول. وعلى طول أخذت قلبزات، وأنا عارفة كيف الطرق الوقائية المبدئية، لبست كمامة وكذا وشلته وحطيته في كيس. وبدأت معاناتي. معاناتي أي نعم. فجيت هذا الواحد متعلم وعارف ايش ممكن يتصرف. فبدات الاتصالات حقتي بشوف مين اللي ابغى اعرف، هل هذا الطير مات بانفلونزا الطيور ولا سبب عادي. واذا بانفلونزا الطيور معناته في مشكله. وهي كانت ايامها يعني كان منتشره. أيوة منتشره جدا على الصعيد العالمي، عامله رعب عالمي واعلنوا هنا وكذا. نعم. فاخذت الطير هذا، قعدت اتصل توقعاتي يعني مين المسؤول، فاتصلت باكثر من جهه. لا حياة لمن تنادي، ما حد اداني اجابه، بل ما حد تجاوب معك نهائيا. بل في جهه من الجهات ترد علي السنترال حق المنشاه الحكوميه، لما قلت له ابغى مسؤول كبير عندك، قال لي ليش؟ قلت له عشان كذا كذا في طير، دخل سمع في وجهي. للدرجه هذه اعتبر الموضوع سخيف. اي. فضل معايا الطير ساعتين في السياره. بعدين رحت، كان وقتها عندنا احد في العائله بيعمل عمليه، فرحت مستشفى من المستشفيات. صرت اتصل على المستشفيات الحكوميه، ما خليت. لا هي معاناه فعلا زي ما وصفتيها في البدايه. ما ولا احد عنده حتى التحليل. وبعد ما اتقفل في وشك السماعه، ايش كانت خطوتك التاليه انت والطير المسكين ده اللي ماسكه في يدك؟ الناس تسمع الحكايه تضحك، بس انا بالنسبه لي نقله في حياتي. في النهايه اخذت حتى كلمت الوالد لازم اتصرف، شوف ايش في النهايه ايش سويت. ما حد راضي دا يفيدني ولا حد عارف اكشلي، مو راضي. ما حد عارف، ما في طريقه كانت حقيقه. او ما حد مهتم يمكن. ما حد مهتم، ما حد عارف يعني. فبعد اخذت الطرق اللي محطوط في الكيس، اخذته ودفنته عادي يعني، لانه لازم يندفن. دفنته بالكيس حقه على اساس لا اذا في فيروس حاجه. دفنته وخلص. رجعت البيت لقيت الوالد قد بدا اتصالات، قال لي مكتشفنا انه وزاره الزراعه هي اللي عندها الحل. قلت له طيب احنا كيف كنا نعرف في هذه الحالات هذا واحنا متعلمين؟ من وقتها قررت، انا طبعا في بالي فكره جمعيه بيئه السعوديه. من وقتها اصريت، اتصلت بمجموعه من صديقاتي، قلت ابغى معكم اجتماع، اللي هم مهتمين نشيطين. انا من قبل البيئه اصلا عندي نشاطات اجتماعيه مره كبيره، جمعيات مختلفه، بس كان عملي خيري وايتام وتفاصيل هذه كثير، عندي عضويات. فكلمتهم قلت ابغى معكم اجتماع ضروري. ليش؟ قلت لهم انا ابغى اسوي جمعيه بيئه. فقالوا ليه؟ حكيتهم الحكايه، قعدوا يضحكوا. بعدين قالوا كلامك صح، كلنا احنا مستعدين نساهم. وفعلا عملت، طول عمري احب اعمل استراتيجيات واشياء. صممت جمعيه كامله، ووقتها بدي اروح لمين ماني عارفه ايش اسوي. فكان وقتها في شيء اسمه الدائره الاقتصاديه في منطقه مكه المكرمه، الله يرحمه سمو الامير عبد المجيد بن عبد العزيز رئيسها. فرحت هناك وقابلتهم، واخذوا عجبتهم الفكره، تبنوها ووصلوا لي لسمو الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس العام للارصاد وحمايه البيئه. جدا يعني ورئيس جمعيه البيئه فعلا يعني بعد المعاناه على الاقل بدات تجدي انه لا يعني تعتبر نقطه انطلاق حقيقي. نعم. وفعلا بعدها شاف التصور وقال هذا نفس فكره جمعيه البيئه السعوديه، وبعد اسبوع كان وقتها حتعلن جمعيه البيئه السعوديه. رائع. كده انت يعني بنيتي وانشاتي جمعيه البيئه انا على انضميت سمو الامير طلب انضمامي للجنه النسائيه وقتها. نعم. كانت لجنه صغيره. أيوة. كانت وقتها اللجنه النسائيه انضميت لها واشتغلت، طلعت كل طاقاتي حقة البيئة، وتحولت بدل ما تكون جمعية سميتها صديقات البيئة سيدات، صارت لا جمعية مستقلة بقلم وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. طيب خلينا ننتقل لنظام المخالفات على رمي المخلفات أو النفايات. وهذا النظام ظهر بعد نظام ساهر اللي احنا عارفينه كلنا، واللي لاقى كثير من الهجوم والتريقة والاستخفاف فيه والتعليقات الكثيرة اللي بنشوفها
يعني لقي كثير من المعارضة نقدر مظبوط. نقول. هل نظام مخالفات رمي النفايات وجد نفس التعليقات ونفس المعارضة ونفس الهجوم؟ نعم، هي عدم رمي المبعثرات من السيارات حملة أطلقتها أمانة محافظة جدة والمرور وجمعية البيئة السعودية، احنا نعم. كناحية توعوية. نعم. طبعا اللي ماسك هذا الموضوع في تطبيق المخالفات المرور. نعم. ومسكوا حوالي أكثر من 20,000 حالة، أغلبها سعوديين وبعضهم مقيمين. وفعلا احنا بتجينا ملاحظات، يعني أول ما نزلت الحملة فاتصلوا بي قالوا لي واحنا ناقصين مخالفات، يعني مو كفايه علينا اللي لا هو مخالفات. شوفي انا اعتقد ثقافه المجتمع لسه ما تعرفت على نظام المخالفات هذا. لسه فاول مخالفه نزلت عليهم اعتبروها حاجه مره كبيره، ويقول لك حرام، يعني احنا حرام حندفع كمان مخالفات. فبالعكس يعني قلت لهم لا، هي الفكره انكم انتم تبطلوا ترموا او اللي يرمي يبطل. بس لاحظت ملاحظه غريبه وقت ما نزلت الحمله، وهذه انا شفتها، لاحظت انه الناس بالعكس بعض الناس كانوا بيرموا اكثر. يعني انا كنت بشوف سيارات تكون واقفه بنص يعني الشارع، مساله عناد تحولت. انا حسيت هذه الظاهره ان باستمرار الواحد بيطلع بيروح شغله وكذا، تلاقي الناس تفتح السياره وترمي الكيس زي ما هو برا كذا في الشارع في الارض. مشكله. فمسكوا 20,000 حاله، ولكن طبعا الموضوع يبغى له يفعل بطريقه اكبر على اساس نحاول. هي مو فكره نمسك مخالفات للناس، فكره نوعي الناس ان تبطل ترمي. طيب ما شاء الله، يعني انتقلتي من انجاز لانجاز وفعلا قطعتي شوط كبير في مسائل البيئه وشؤون البيئه، وما شاء الله يعني كنتي مبادره في معظم الخطوات اللي انت يعني اندمجتي فيها. من انجازاتك اللي انت فخوره فيها، وايش اللي انت تحلمي انك انت لسه تطمحي انك تنجزيه؟ طبعا طموحاتي لسه مره كثير، وكل يوم اصحى بلاقي ما شاء الله عندي افكار ثانيه ابغى اسوي، لاني انا عندي الحمد لله والشكر لهذه النعمه، عندي احساس عالي بخدمه هذا البلد. طالما علمني البلد ده وصرف علي وتربيت فيه وبلد، طبعا احنا بنتمنى انه الكل عليه. يعني احنا بنتمنى الكل يكون بيفكر بالطريقه بالضبط. ما شاء الله الوطنيه عاليه الان. أيه. عندنا اهم انجاز انا اعتبره في حياتي، وان شاء الله قرب يعني يشوف النور، اللي هو البرنامج الوطني لتوعية البيئه والتنميه المستدامه، بيئتي عالم اخضر وطن اخضر. هذه كانت برضه مبادره كنت اشتغلت وقتها في مشروع اللي هو ماستر بلان، اللي هو الخطه الموسعه لحمايه البيئه في مدينه جده، كان قامت بها الامانه وقتها قبل كم سنه، وكان معاه البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة، فكنت أنا معاهم مستشارة في البرنامج. واشتغلنا فيها 9 شهور ورش عمل وتفاصيل، وطلعنا عشان نعمل خطة از انفراستراكشر كدول متطورة للبيئة لازم يكون عندنا برنامج توعوي، فأنا تبنيت البرنامج ده. هذا من أهم إنجازاتك نستطيع نقول. الحمد لله، هو أنا بأجري وراه من 2007 الآن البيبي اتولد. يعني بدأتي تاخذي ثماره. طب هل تنحصر برضه طموحك في داخل هذا البرنامج؟ لا، وفي برامج اخرى يعني انا عندي انجازات العلميه كمان. انا متحصل على تقنيه، اول سعوديه متحصله على تقنيه طبيعيه في علاج تلوث البترول في المملكه، وللاسف عرضت علي شركه بريطانيه افريقيه انها ادخل معاهم شريكه وياخذوا التقنيه حقتي ويدخلوها السعوديه. أنا الحقيقة إلى الآن رافضة هذا الموضوع. أنت حابة إنه يطلع من بلدك؟ أنا أدخل بها أنا كماجدة، يعني ليه أنا أجيب شركة بريطانية وتدخل عشان ياخذوا الديزرت حق الخليج كله؟ صحيح. عندنا مشروع مرة كبير. إن شاء الله ربنا يحقق لك طموحك بإذن الله إن شاء الله. وأطلق حملة ضد تغير المناخ، وحينها قال: يمكننا حل أزمة المناخ، لكن سيتطلب ذلك تحولا مهما في الرأي العام والمشاركة. صاحب تلك الحملة للدكتورة ماجدة رأي في هذا الشخص أو في تلك الشخصية. دعونا بداية نتعرف على هذه الشخصية ونعود مرة أخرى لنناقشها مع الدكتورة ماجدة أبو راس. تابعونا. صاحب هذه الحملة نائب الرئيس الأسبق آل غور، وهو كان أيضا رجل البيئة. هنناقش أو نتعرف على آراء الدكتورة ماجدة حول هذه الشخصية، لكن بعد ما نتعرف عليها. ألبرت أرنولد غولد من مواليد 31 مارس،
لعام 1948. سياسي، معلم، رجل أعمال ورجل بيئة أمريكي. كان النائب ال45 لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2007 عرفانا بجهوده في الدفاع عن البيئة، والتي تجسدت في فيلم وثائقي بعنوان الحقيقة غير مريحة، يلقي الضوء على ظواهر تغير المناخ وبالأخص ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي حاز على جائزة الأوسكار. رأس آل جور جماعة التحالف من أجل حماية المناخ، والتي أطلقت حملة نحن. دكتورة ماجدة، آل جور واهتمامه بشؤون البيئة، هل ممكن أقدر أقول، تسمحي لي أقول، إنه في قاسم مشترك ما بينك وبين هذه الشخصية في موضوع التخصص بشكل خاص اللي هو الاهتمام بشؤون البيئة؟ طبعا آل جور شخصية بارزة وعالمية ولها اهتمامات بيئية كبيرة، وبالعكس الواحد يطمح إن شاء الله في يوم من الأيام الواحد يكون كده على مستوى العالم في خدمة البيئة. نعم. ولكن يمكن يكون في عامل مشترك اللي هو حب البيئة، حب خدمة البيئة، الصبر والاستمرار في انه يحاول يرتقي او يطور من الوعي البيئي بين الناس. اشراك المجتمع بصفه عامه عندما المحلي او العالمي بقضايا ومشاكل البيئه. فانا احس انه كنشاط وكعمل اجتماعي مكثف ممكن يكون في قاسم مشترك ويمكن ساعده يمكن ساعده انه يمشي في هذه المساله او يترك بصمه في هذه شؤون البيئه، انه يعني كونه كان نائب رئيس، يعني طبعا كان شخصيه بارزه ومعروفه ومشهوره. طبعا هو شخصيه بارزه كبيره، هذا طبعا له دور، انت عارفه الاعلام له دور كبير في ظهور أكيد. طيب هو كان بيقول آل جور منذ فتره غير وجيزه وانا اعمل على تلقين الناس هذه الفكره، ولكن احس انني فشلت في تمرير الرساله. تعتقدي دكتوره وانت دحين بتعاني، بتقولي لي عانيت من البدايه وما زلتي يعني بتطمحي للكثير وبتأملي في نشر وعي أكبر بشؤون البيئة، هل بتعتقدي أن الرسالة هذه اللي أنت بتحمليها الآن برضو هتشعري في يوم بإحباط كما شعر هو؟ يمكن أنا أيده في جزء من الرسالة أنه فعلا هي معاناة أنك تحاولي تطوري أو تغيري من سلوك أو مجتمع بصفة عامة مهما كان هذا المجتمع. ولكن أنا عندي حاجة مختلفة، أنا دائما متفائلة. نعم. فأنا في الجزء المقولة الثاني لا، إن شاء الله لن نيأس طالما الواحد عنده أمل وتفاؤل، ومستحيل الإنسان يبذل مجهود في شيء وربنا ما يعطي له النتيجة الصح اللي هو بيسويه. أكيد. أنا متفائلة، يعني بس طبعا على مدى البعيد. هو الإنسان إذا آمن برسالة بالضبط يعني حيبذل كل جهده علشان يوصل هذه الرسالة بإذن الله مهما كانت صعبة. نعم. طيب ولا لمرة واحدة شعرتي بالإحباط باليأس؟ يعني شفتي شوية معوقات، شفتي إنه الوضع العام المجتمع مو متفهمني، ما جاكي لمرة واحدة على الأقل شعور؟ لا، عديت ما في أحد ما يعدي بالإحباط، عديت بالإحباط وعديت بالتحديات وعديت بالناس اللي هي السلبية اللي تظهر في حياة الإنسان، وعديت إيش يقولوا هم يعني الغيرة في العمل، وعديت بالعكس. أنا كمان أتذكر إنه كان ممكن يغير مجرى حياتي لولا إنه سبحان الله إيماني بالله وإصراري. يعني في بداية الدكتوراه كنت بدي أوقف دكتوراه لدي الدرجة. أي يعني جاني كده لظروف عائلية ما، بعد ما بدأت الدكتوراه قلت ليش أكمل يعني فيها. بس الحمد لله يعني نعم لحظة صعبة، بس الحمد لله أنا دائما ما عندي يأس، يعني دائما متفائلة. صحيح. بس مجرد يوم يومين طبعا. طيب أنت دائما تقولي من جد وجد ومن زرع حصد. نعم. آمنتي بهذه المقولة، طبقتيها في حياتك؟ نعم طبعا، أنا مؤمن أول شيء برب العالمين إنه هذا توفيق من ربنا. رقم 2 أكيد فعلا، لأنه عندي حاجة أنا بعملها في حياتي. من جد وجد من زرع حصد، هذا حقيقة. مجرد إنه ما علينا غير نعمل مخططات، تعملي أهدافك، تعمل استراتيجية واضحة حتمشي كيف. أنا أحب أخطط دائما.
ايش حسوي على كم سنه باذن الله بدي احقق هذا الشيء، اصر عليه. بتحطي هدف امامك، هدف وخطط، اعمل خطط واستراتيجيات امشي عليها. الحمد لله ما ايأس. الله يديك العافيه. لا هو بس يعني النجاح هو طريقه، انه لازم انا اخطط، لازم يكون عندي هدف واضح. الواحد بده اي معوقات يقعد يبطل منها ما حد حيشتغل يعني. صحيح. ومشاهدينا، الفائز هو من يتعرف على المواهب التي حظاه الله بها، ثم يعمل أقصى طاقته ليحول هذه المواهب لمهارات، ثم يستخدم هذه المهارات لتحقيق أهدافه التي وضعها. ما هي المواهب الموجودة لدى الدكتورة ماجدة، وكيف ستستطيع أن تحول هذه المواهب إلى مهارات، ومن ثم تستخدم هذه المهارات لتصل لأهدافها؟ سنتعرف على هذا ولكن بعد الفاصل، تابعونا. ومرة أخرى مشاهدينا مع ضيفتنا الدكتورة ماجدة أبو راس، وجوانب من شخصيتها نتعرف عليها مرة أخرى. أهلا بك. أهلا بك. ما شاء الله عليك، يعني أنا أعتقد أنه أنت عندك قدرة فائقة على الإقناع، يعني خليتي طلاب المدارس الراقية في مدينة جدة ينزلوا ينظفوا سواحل جدة وشوارع جدة. يعني أقدر أقول أنه هذا جانب من جوانب شخصيتك غير ظاهر لربما يعني لك أنت بشكل خاص، ولكن الجميع حولك يرى أنه أنت قادرة على الإقناع. نقدر نقول هذه واحدة من نقاط القوة لدى الدكتورة ماجدة. ممكن قادرة على الإقناع، وممكن كمان أنا أعرف أنه في جانب من جوانب شخصيتي قيادية نوعا ما، وفي نفس الوقت يمكن بيشوفوا الحب. عادة الطلبة المدارس أو الجامعات بيشوفوا الحب مثلا في واحدة يعني كده خلصت الدراسة ودكتورة وعندها شغلها وعندها كل وضعها، وفي نفس الوقت بتنزل وعندها إحساس بالحب وبتشتغل شغل المجتمع. وأنا أنزل على فكرة أنظف مع البنات يعني. نعم. بيشوفوني معاهم يدي بيدهم في كل شيء، أشجعهم كده، فيمكن يكون حب، يمكن يكون يعتبروني قيادية، يمكن شايفين ظاهر الحب في تصرفاتي. لا أنا أعتقد أنه أنت عندك ما شاء الله الجاذبية هذه فعلا اللي بتخلي الناس يحوموا أو يحلقوا حولك دكتورة. شكرا. وعندك القدرة على الإقناع، وهذه ميزة يعني نادر تلاقيها في أي أحد. طيب إحنا بنقترب من يوم الأرض، موعد يوم الأرض. نعم. قريب جدا، وأنا عارفة أنه هذا من اهتماماتك يعني. نعم. يا ريت تقولي لنا بس باختصار شديد ايش اللي مجهزت له اليوم الارض؟ ان شاء الله يوم الارض السنه هذه حنبدا تفعيل فعاليات يوم 21 و 22 4 ابريل، يوم الخميس والجمعه. حيكون ميداني عندنا، حيكون في عدد كبير جدا من الغواصين، يوصلوا الى 300 غواص محترف. نعم. بننظف الشاطئ. حيكون في مشاركات برضه. نعم. من الطلاب والطالبات. نعم هذا جزء، وفي عندنا نعم. اكثر من 1200 طالب وطالبه. نعم. حمله ميدانيه ما شاء الله. برضه اعود لقدرتك على الاقناع وقدرتك على التنظيم والتخطيط وتوزيع الناس، يعني هذه شخصيه قياديه فعلا. طيب لو قلنا انه انت هذه عندك المميزات العاليه، نقاط الضعف عند دكتورة ماجدة؟ أنا ما أدري هل أقدر أعتبرها ضعف ولا لا. أنا في طيبة كثير يعني عالية، وهذا على الصعيد العادي الاجتماعي المجتمعي. بس عندي هل هي ميزة أو عيب ما أعرف، بس أنا كثير أجريسيف في العمل حقي. يعني ما عندي تجاوزات. 1 زائد 1 يساوي 2. يعني أبغى دائما كل شيء ينجح بنسبة 100%. وطبعا هذا بتصادف في انه مو كل الطاقات اللي معاكي بنفس الفكر او بتسايرك بنفس الحماس او بنفس المبادئ. احاول ساعات اقول طب يمكن يعني الكل بيقول اجريسيف في العمل، طب يمكن انا غلط، ارجع اقول لا انا صح ولازم تسوي كده عشان تاتشيف الهدف حقنا، نوصل له الانجاز حقنا. ولكن في العمل، لا هو في العمل يعني يتطلب هذا الحزم. لكن هل انت عصبيه دكتوره ماجدة؟ والله يمكن احب في شغلي كل شيء يصير صح، واذا الشيء ما صار زي انا ما ابغى ابدا اطلع عن الطبيعه، عن المنظومه حقتي. عن المنظومه حقتي يعني. انا هذا ولكن في نفس الوقت شغلي اذا ما صار صح اصير اتحول لشخص ثاني. طيب على فرض انه انت واجهتي الفشل في يوم ما، هل بتتقبلي الفشل؟ احمد الله واشكر فضله، يعني مو شيء. واجهت احباط، ولكن فشل بعد الفشل الحمد لله لم اواجه. ولكن عندي سياسه دائما، الشيء اللي ما انجح فيه اليوم انجح فيه بكره.
فهذه من ضمن تفاؤلات. إذا يعني أنا أستطيع أقول إنه هذا تقبل الفشل، لا ما عندي تقبل مشكلة جدا عادي يعني. هذا الفشل جزء من حياتنا، جزء من حياة الإنسان، الفشل أساس النجاح أساسا يعني. نعم. طيب العالمة المحبة المتفائلة لدرجة التفاني، طيب كيف بتقضي آخر ساعات يومك كده؟ اليوم مر عليك شد وعصبية وتركيز يعني وتخطيط وتوزيع وعارفة وإنجازات، واليوم هذا يعني أنت انهكتي إنهاك فظيع، كيف بتفضلي تكون نهاية هذا اليوم عندك؟ والله أنا كل يوم بيصير لي إنهاك مرة عظيم، لأنه شغلي بيجي بيتي يعني. ولكن في فترة وجود أولادي أوقف كل هذا، أقضي معاهم وقتي، أشوف دراستهم، أجلس معاهم، هذا لازم. وبعد كده تلاقيني يعني على البحر. أنا كثير أحب يعني أفرغ الشحنة حقتي. عندي في بيتي كده مكان عزيز على نفسي، تلاقيني قاعدة كده مع حاجة أشربها ولا شيء، وتلاقيني أشوف البحر وأتفرج على متأملة أنت دكتورة ماجدة؟ عشان أحس إني ريلاكس. أنا كثير أحب البحر. طيب إيش رأيك دكتورة ماجدة، طالما أنت بتحبي هذه الأجواء وتحبي التأمل، إحنا مجهزين لك عندنا هنا منظر للبحر زي ما انت بتحبي. اي ان شاء الله يعني يساعدك على انك تعملي الطقس اللي انت بتحبيه. ان شاء الله. فايش رايك تيجي معايا ونعيشك هذه الطقوس اللي انت بتحبيها؟ اوكي يلا. تفضلي، هلا ومرحبا. طبعا احنا بنأمل انه المشهد هذا يكون ولو قريب شويه من المشهد اللي انت متعوده انك بتجلسي بتمارسي فيه طقوس التأمل حقتك مع فنجان الشاي بالحليب. بالضبط. واحنا نبغى نتركك مع هذا المشهد الجميل والشاي بالحليب اللي تحبيه، وكمان الميوزك اللي انت تحبي تسمعيها. تسلمي، منظر رائع، والشاي فعلا الحليب اللي احبه، والموسيقى. واشكرك على البرنامج هذا الرائع، واشكرك شخصيا والقائمين على هذا البرنامج، ونشوفك ان شاء الله دائما متألقة. ان شاء الله. تسلمي لي، شكرا جزيلا. شكرا لك. خلينا نختم حلقتنا واترككم تتأملوا. ومشاهدينا دعونا نترك الدكتورة ماجدة في طقوس تأملاتها، ونختم معكم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم مع قمة جديدة في سعوديات في القمة. ولكن قبل أن أودعكم أذكركم بزيارة مجموعتنا على الفيسبوك، وأيضا لا تنسوا أن تراسلونا على العنوان التالي sfq@alan.tv. دعوني أودعكم الآن وألقاكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.